الحاقة ما الحاقة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبلغكم سعادتنا بوجودنا بينكم. كلمتي قصيرة جدا. أنتم الآن تتعلمون القرآن الكريم، صح؟ أن تحفظون القرآن الكريم ومعه بعض المعارف الأخرى كالفقه والتفسير والسيرة. أهم شيء قبل العلوم هي اللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ ليس تعصبا للغة العربية، لأن اللغة العربية لا علاقة لها بالدم الذي يجري في العروق. تأكد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والحكام والعلماء القادمين إليكم، نبلغ سعادتنا بوجودنا بينكم. كلمتي قصيرة جدا. أنتم الآن تتعلمون القرآن الكريم، صح؟ أن تحفظون القرآن الكريم ومعه بعض المعارف الأخرى كالفقه والتفسير والسيرة. أهم شيء قبل العلوم هي اللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ ليس تعصبا للغة العربية، لأن اللغة العربية لا علاقة لها بالدم الذي يجري في العروق. تأكدوا من هذا. اللغة العربية هي ملك لمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعطيكم الدليل. لو كانت العربية تتعلق بالدماء ما جاء البخاري وما جاء الترمذي وما جاء سيبويه وهو فارسي وما جاء كل علماء الأمة. أعطوا لنا كثيرا من العلوم. لماذا؟ لأنه عرفوا أن العربية لغتهم. بمجرد دخول الإسلام تصبح عربيا. الدماء لا شأن لنا بها. لغة القرآن لا يمكن أن تفهم القرآن ولا أن تقرأه حتى صح. الذي لا يعرف العربية من القراء الآن همه فقط أن يصل إلى الفاصلة رأس الآية فيشوه المعنى في الوقف في الابتداء. الذي لا يعرف اللغة العربية لا يفهم الأحكام. كل شيء باللغة العربية. فلتكن نداء الآن إلى المدير وغيره اهتمام باللغة العربية قبل كل شيء. حتى الإمام الكسائي يقول مفتاح سر علوم القرآن هو اللغة العربية. وقالوا وعنده فكرة قديمة قال المتضلع في النحو متضلع في اللغة العربية. هذه الكلمة جاء مرة أخرى الإمام الشاطبي صاحب موافقات ليس قارئنا المتوفى سنة 799 فقال الماهر بالعربية ماهر بالفقه، المتوسط في العربية متوسط في الفقه، الضعيف في العربية ضعيف في الفقه. اهتموا بهذا. والفكرة الثانية للقرآن الكريم هي كثرة التعهد. ما تعرفون ما معنى التعهد؟ تكرار. كرروا القرآن جماعات الواحد ما حصلته البارحة كرره اليوم فإنه له أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل من عقلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني. جراني واني وصيان سان أماني وصيا جبال مسيد أماني قرآن حفظون ما وجنين برمسا ستني كن برچون ما وجنين لغة عربي فبرچون در كمان لغة عربي فيكون كان عربا متي كان عربا قفا متي إن لغة نما أنداتي لغة نما إسلام نما أنداتي كان في يوم لغة كان سريت لغة عربي فهم برنة قرآن شو ميو برچون دندس نسريت وانتف لغة عربي فسريت برات هذا يعني وسيا خنا دامني لغة عربي فسريت برمو أبدا إن لما فهموا قرآن كان جسيه هند قرآن مركبة دا إسا حفظتن سكريسا حفظتن إرده بتني هر اللي مراجعة وشوك عبدو إرده دي بتني تكرارا مراجعة وشوك عبدو دي بتني كقرأو عبدو سنير كابدا جبار دا إسنين جران كبابنو مانكنا
إمام مسلم سيبويه وسيبويه كل وركنا لسه لا يعرفون سيبويه حتى الآن. أنا وجي لغة عربية وأمبرتني إمام مسلم من بيتني بخاري من بيتني حفاظ سيهيني لقيتني كتاب الدنيا تدي صحيحتين أنا في لغة عربية تجابر القرآن اللي حفظني فكنا الفجر كتاب حديثا كتاب نحوي والعربين تهيني يشرع علماء قالت كناف لغة عرب فتي بريتشاتي لغة عرب فبرتشوق عبدولا إنك جباب سيجا وانت غير تبيش. كل سنتين يتخرج هذا المركز. الآن تقريبا عدد تخرج من هذا المركز قرابة 400 يعني من هنا، ويجلسون سنتين ولا يخرجون، وعندهم هذا السكن المتواضع، وأيضا كذلك هنا السكن، وكذلك المكتب الإدارة، وهذا حمامهم، وهذا المسجد، وهذا أيضا مسجد كان مسجد القديم باق عليهم، ويجلسون وكذلك يتعلمون. هناك دروس مصاحبة ويتعلمون دروس. نعم. نعم. هنا سؤال لا، الطلاب من هذه المدينة وكذلك أيضا من مديرية جمة كذلك يأخذون هذا أيضا موجودين. نعم. الآن 110 صح؟ نقص يعني كنا نعرف 110. ها؟ كل سنتين دفعة. يهمنا ماذا يقرؤون؟ هو يحفظون القرآن الكريم وكذلك يعني من الفقه والعقيدة والسيرة والتجويد. لا، اللغة العربية لكن يترجم لهم يعني يترجم لهم. كان التوجيه من عندكم نستوعب. نعم. منحة ولا؟ منحة يعني هنا يأكلون. لو سمحونا يتفرغون. متى يدخل الطالب إلى المدرسة؟ طبعا أحيانا حسب الاختيار والرغبة الوالد. أحيانا يبدأ المدرسة ممكن يقطع سنتين ويتعلم ويرجع. هكذا. ويرجع ويكمل. يقطع سنتين. سنتين ويكمل.